يوم جديد وسعيد علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. الاول الف مبروك لكل الناجحين، والف مبروك لكل طلبة الثانوية العامة. محدش يزعل، النجاح حلو، افرحوا بنتيجتكم ايا كانت، افرحوا بيها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان احنا كويسين وبصحة كويسة، الحمد لله انها عدت على خير. كل حاجة تتعوض ما عدا صحة الانسان، الحمد لله رب العالمين. دايما تفتكروا كده ان كل حاجة تتعوض ما عدا حاجة واحدة بس، هي الصحة. فطالما الحمد لله الواحد عدى بخير وسلامة كده من السنة دي، فالحمد لله رب العالمين. وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. النهارده بقى ان شاء الله هبقى اجهز معاكم الروتين اليومي بتاعي. من الفطار كده، نبدأ من اول الفطار. وهقول لكم ان في الاخر بصراحه اتنكدت نكد جامد جدا يعني، لاني ابقى احكي لكم وانا بعمل معاكم الغدا. حطي لي بس لايك للفيديو وشوفي بقى الفطار بتاعنا بسيط خالص. انا عملت قرص بيض اومليت دلوقتي بقى ان شاء الله هعمل لهم وجبه غدا سريعه كده، عشان في الحر ده انتوا عارفين طبعا ما بنستحملش وقفه المطبخ خالص. فكنت بالليل بقى كده، هي وجبه غدا سريعه جدا جدا وطعمها لذيذ قوي، والاطفال كمان بيحبوها. بصوا دي اجنحه فراخ، طبعا انتوا عارفينها سعرها بيبقى رخيص مش غالي. اجنحه الفراخ، وكنت متبلاها في شويه ميه بالتوابل بقى، اللي هو ايه، بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وجنزبيل مطحون، ورق لورا وشويه خل وعصر ليمونه. تمام. واللهم صل على النبي. هي التوابل دي كده تمام. حابه تحطي شويه صويا صوص برضو في التتبيله، بتبقى برضو طعمها حلوه. مش حابه خلاص يعني، انا مكتفيه بس بالتوابل زي ما قلت لكم، توم باودر، بصل باودر، و وبابريكا وملح وفلفل وبهارات فراخ وجنزبيل مطحون، ورق اللورا، وشويه الميه بس علشان ايه، ادوب فيها التتبيله دي كده، والخل والليمون. تمام. انا هعملها ان شاء الله اللي هي زي كوكي وزي كنتاكي والحاجات دي. الاجنحه دي هعمل لها الطبقه دلوقتي معاكم واحمرها. زي ما قلت لكم العلبه دي كده اللي فيها الاجنحه دي، كنت متبلاها من بالليل، عشان عامله في حسابي ان انا ايه، مش عايزه اقعد وقت كتير في المطبخ النهارده. وفي نفس الوقت علشان ايه، طبعا تشرب من التتبيله براحتها، فاهمين قصدي ايه. فدلوقتي بقى هنروح نعمل الرز مع بعض، الرز الاصفر اللي هعمله جنبيها. وايه، وارجع لكم. هعمل بقى معاكم دلوقتي ان شاء الله اللي هو الرز الاصفر اللي بالكاري والكركم. وده اللي هو يعني شبيه الرز الريزو اللي بيتقدم في كنتاكي. تمام. بس انا بعمله بطريقه سريعه. هو طبعا الرز الريزو لازم يبقى فيه بصلايه الاول متقطعه ناعم كده، بس انا ايه طبعا البصل لازم يكون ابيض، فانا الصراحه مش عندي بصل ابيض، عندي بصل احمر. فقلت مش هيبقى حلو، مش هينفع، فايه هعمله بقى معاكم كده بطريقه سريعه جدا. حطيت الاول شويه زيت مع نص معلقه من السمن. تمام. حابه تعمليه بزيت بس برضو شغال. واول ما الزيت يسخن معايا هنزل دلوقتي بقى بالتوابل بتاعتي والرز، واوريكم الطريقه بالظبط. بصوا بقى التوابل بتاعتي اللي انا هحطها: بصل بودر، توم بودر، آه بابريكا، كركم. تمام. ده اللي هو كاري وكركم وجنزبيل مطحون وفلفل اسمر وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر. تمام. هحطهم بقى دلوقتي على الزيت وهو بيسخن. هحط بقى التوابل بتاعتي ده على الزيت كده بعد ما سخن. تمام. اشوحهم كده شويه في الزيت، وهنزل كمان بمكعب مرقه. مكعب المرق بتاعي اهو قسمته كده نصين، وبحمر كده شويه توابل بمكعب المرقه في الزيت بتاعي، الزيت بالسمن بتاعي. طبعا بيعمل ريحه جميله جدا جدا، ما شاء الله. ريحه التوابل اصلا كلها مع بعضها بتعمل ميكس كده جميل قوي قوي ما شاء الله، ونكهه للرز حلوه قوي. وكمان الكركم والكاري اللي احنا حطيناهم دول بيعملوا لون اصفر جميل للرز وبيبهروه. تمام. هعمل بقى كده التوابل بتاعتي، وبعدين هجيب بقى احس كده ان مكعب المرقه داب معايا. تمام. هنزل بالرز بتاعي.
حطيت كده الرز بتاعي، انا عامله حوالي كوبايتين بس من الرز، يعني انا مش عايزه الرز يبيت معايا، عايزه على قد وجبتنا بس. هي معلش الحله اللي انا عامله فيها كبيره شويه، بس لان هي دي حله التيفال اللي عندي الوحيده، فانا بحب اعمل دايما الرز فيها، مخصصاها كده للرز يعني. وساعات بعمل برضو بسلق فيها المكرونه عشان بس ما يلزقش معايا. هنا بقى كده الرز ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اخد لون اصفر جميل جدا ما شاء الله، وريحته على فكره جميله جدا. انا وانا بقلبه بقى كده هضيف له كاتشب، هضيف له كده حوالي يعني من معلقه كبيره لمعلقتين من الكاتشب على حسب ما يدي اللون معايا. هنضيف بقى الكاتشب، ده كاتشب عادي جاهز معايا، لو حابه تعمليه في البيت براحتك، بس انا بالنسبه لي يعني بستسهل الجاهز ده، بيكون عندي باستمرار في التلاجة. انا زي ما قلت لكم الكميه اللي انا عاملاها من الرز اقل من نص كيلو، يعني انا عامله كوبايتين بس من الرز. النص كيلو حوالي كوبايتين ونص رز، فدي كوبايتين بس من الرز، يعني اقل من النص كيلو، فهيدي معايا اللون على طول، يعني مش هحتاج كاتشب كتير. هو تقريبا هحتاج ايه، هو كده لونه حلو قوي، معلقه كبيره اهي من الكاتشب. تمام. لو انت هتعملي طبعا كميه اكبر من الرز هتزودي كميه الكاتشب، هتحطي معلقتين كبار من الكاتشب، ده اللي بيدي التسكيره كده للرز، يبقى شبه رز الريزو اللي بيتقدم في محلات كنتاكي وفي المطاعم دي. تمام. طيب بعد كده خلاص ما قلبنا الرز كويس مع البهارات والكاتشب والمرقه زي ما وريتكم. بعد كده هننزل عليها بمقدار الميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، ضفت لها الميه اهو، هي دي كده كميه الميه المطلوبه زي الرز العادي خالص. هغطيها بقى واسيبها كده على نار عاليه لحد ما تبدا تتشرب. هنا بقى انا شلت الاجنحه بتاعتي من التتبيله اللي انا كنت عاملاها لها، اللي قلت لكم عليها، وحطها في طبق كده لوحدها. وهنا بقى ده الدقيق اللي انا هغلفه بيها، وده الطبق اللي انا هطلع عليه الايه اللي هيجهز. بس انا عايزه اقول لكم بقى الدقيق ده احنا المفروض هنضيف عليه معلقه كبيره نشا وبصل بودر وتوم بودر، ونبهره كده يعني، وبهارات فراخ وبابريكا. تمام. هضيفهم وارجع لكم. كده انا ضفت بقى ايه زي ما قلت لكم، معلقه نشا كبيره على الدقيق، معلقه نشا كبيره وشويه ملح وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا وبابريكا. تمام. وايه تاني، بس يعني هي الحاجات اللي نفس البهارات يعني اللي انت ايه بتحطيها اصلا على في تتبيله الفراخ، في الميه بتاعه تتبيله الفراخ. وهقلبهم بقى مع بعض كويس كده، وهبدا ان انا ايه احط بقى اغلف بقى الاجنحه بتاعتي. هحط طبعا الزيت على النار دلوقتي على ما اغلف. حطيت بقى الزيت يسخن على البوتاجاز، وخلاص قلبت كويس الدقيق بالبهارات دي، وهبدا بقى ان انا اغلف بالشكل ده كده. بصوا همسك الجناح واقوم عاملاه كده، بسم الله. تمام. وبعدين هاخده واقوم حطاه تاني في التتبيله، في ميه التتبيله اللي انا كنت نقعها فيها من بالليل، وبعد كده اخده تاني من ميه التتبيله مره تانية على الدقيق. فهمتوا عملت ايه كده؟ عشان اعمل طبقه سميكه كده حلوه مقرمشه من يعني تبقى ايه، تبقى حلوه وكرانش كده على البتاع. طبعا انا عشان ماسكه الموبايل بايدي فمعلش اعذروني. ده كده اول واحده طلعت معايا، اللي بعد منها بنفس الطريقه اخدها برضو على الدقيق الاول. بجيب الدقيق عليها كده عشان اضمن ان هي ايه يتعمل على كل اجزائها الدقيق، واخدها على ميه التتبيله. بسم الله. ومن ميه التتبيله تاني على الدقيق.
ده بيخلي الطبقة حلوة معايا، وما تبقاش يعني، تبقى طبقة محترمة كده، وتبقى شبه بقى فراخ كنتاكي والحاجات اللي احنا بناكلها في المطاعم دي، وتشبع وحلوة يعني، تدي طعم ومذاق جميل. ماشي، بس كده. ودي تاني واحدة طلعت معايا. هعمل بقى الباقي وارجع لكم. الزيت اهو سخن معايا، هبدأ بقى انزل اللي انا غلفته. تمام، بسم الله. بسم الله. هنبص بقى على الرز بتاعنا، ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اتعمل خلاص ما شاء الله. هنصفي عليه بقى واسيبه تكملته بقى كده. تمام. الاجنحه برضو سبتها تقريبا دقيقتين على الوش ده، هقلبها بقى برضو على الوش التاني. ولازم يكون الزيت غزير كده معاكي علشان تحصلي على نتيجه حلوه، وتبقى مستويه من بره ومن جوه. انا عايزه اقول لك كمان نارك بقى تبقى متوسطه، علشان الفراخ تستوي من جوه زي ما تستوي من بره، يعني ما تبقاش الذهبي من بره ومن جوه مش مستويه قوي. فاهمين قصدي ايه؟ بس فالنار بتاعتك تبقى متوسطه، ما تبقاش عاليه قوي. كده بقى الاجنحه هحطها اهو، ما شاء الله بقيت الاجنحه اهي. انا اصلا بحب اجيب 4 فرخات، وبقسمها بقى يوم الاجنحه ويومين بيقضوا معايا ما شاء الله الوراك والبانيه. بخلي الراجل يعمل لي الصدور بانيه. يعني بصراحه فكره ان انت تجيبي الفراخ وتقسميها كده كذا وجبه بتوفر عليكي جامد جدا في الفلوس وفي المجهود وكل حاجه. تمام، هكمل الباقي وارجع لكم. هقول لكم بقى هنا الحاجه يا ستي اللي نكدت عليا النهارده، ان انا بعد بقى ما غرفت بقى ما شاء الله الاكل كده وشكله حلو، محدش اكل منه الحمد لله. يعني العيال يا دوبك كده كلوا حاجات بسيطه وزوجي جه من الشغل بقى قال لي لا ده انا واكل. وانا بقى طبعا الحمد لله نفسي اتسدت يعني، فاكلتني معلقتين كده وخلاص. فالحمد لله، عسى ان تكرهوا شيئا خير لكم. المهم انا عملت لكم فيديو اهو واستمتعت معاكم. متنسونيش بقى في اللايك، وأقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.